السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احنا هنعمل مع بعض كده ان شاء الله فرخة محشية بالفريك والخلطة، وجنبها كمان رز بالكاري. أكلة هتشرفك في العزومات، وحاجة جميلة جدا. يعني بصي تخيلي بقى ايه الطعم والريحة والجمال ده كله اللي انت شايفاها. وحاجة سهلة جدا، ومش يعني مكوناتها بسيطة وايه وسهلة جدا ومش هتتعبك، وما بتاخدش معاكي وقت كتير. اللي أول مرة بقى يشوفني ما ينساش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. يلا بينا نخش ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات والطريقة. جبت انا فرخه وزنها يعني حوالي 2 كيلو، عشان دي هتتحشي طبعا، فلازم تبقى فرخه كبيره، يعني تقضي بقى في العزومات زي ما انت عارفه كده. طبعا غسلتها كويس جدا ونضفتها، وشلت الاحشاء اللي جوه، يعني خليتها حاجه كده اخر جمال. يعني بتبرق كده من النظافه. بعد كده بقى رحت نقعتها في ميه وملح وبرتقان، نص برتقانه قطعتها 4 كده، وكمان ليمونه. يعني نقعتها حوالي نص ساعة. بعد كده بقى طبعا سبت غسلتها وتاني من اللي هي النقع يعني كده، وسبتها بقى تتصفى من المية بتاعتها. قلنا بقى يلا نعمل مع بعض أول حاجة اللي هي الخلطة بتاعت الفريك. جبت طاسة حطيت فيها معلقة سمنة بلدي، ولو عندك أي سمنة برضو عادي، بس السمنة البلدي بتديها طعم حلو قوي. حطيت فيها ورق لورا وقرفة وقرنفل وحبهان ومستكة، ونزلت عليهم ببصلتين كبار متقطعين مكعبات صغيرة. ليه بقى؟ علشان يعني يتجانس البصل الصغير كده المقطع مع مع الفريك. يا دوبك شوحناهم بس كده، هو ادينا لهم اللون الذهبي الجميل دوت زي ما انت شايفاهم. وكنت نقع بقى كوبايه فريك، طبعا متنقيه كويس جدا ومنقوعه ومغسوله كذا مره وصفتها. نزلت بقى عليها، نزلت بيها على البصل، وبرضه هتاخد تقليبتين 3 كده تشويحه، يعني بس تشويحه صغيره. اهو زي ما انت شايفاني بقى كده، خدت التشويحه كده الجميله ديت مع البصل. والريحه عايزه اقولك يعني لسه محطتش توابل، بس ريحه الفريك مع البصل مديه ريحه جميله جدا مع الحاجات اللي احنا حطيناها الاول. نزلت بقى كمان عليهم بفلفل الوان احمر واخضر واصفر، ونص فلفلايه حمراء، يعني قصدي حاميه. دي بقى بتديكي كمان يعني الطعم حلو كده، لسعه بسيطه، واللي مش حاببها برضو يستبعدها. بس هي كانت يعني اللسعه بتاعتها جميله جدا حلوه. نزلنا بقى عليهم بمعلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، نص معلقه جنزبيل، ربع معلقه قرفه، نص معلقه كمون، معلقه توم باودر. قلبي برضو المكونات بقى دي كلها كده مع بعضها. ولو انت برضو مش حابه حاجه في التوابل اللي انت حطاها اللي انا حطيتها دي، برضو استبعديها، بس هي بقى بتدي لها طعم حلو قوي وريحه جميله جدا هتعجبك يعني مع الفريك والبصل والحاجات دي. هنقلبهم بس كده بقى تقلبتين مع بعض خلاص. شفت بقى الفرخه بعد ما نضفتها تنظيف جامد جدا، هو طبعا الراجل منضفها، بس انت بقى بتعيدي عليها تنظيفها في البيت عشان زياده تاكيد وزياده نظافه. حطيت بقى ملح على فلفل، معلقه ملح ومعلقه فلفل، ودعكت بقى الفرخه من جوه كده. دعكيها دعكه حلوه قوي قوي عشان تتشرب من جوه من الملح والفلفل، وفي الجوانب كده ناحيه الوراك. بس يعني ما تحاوليش تدعكي جامد من بره علشان الجلد بتاع الفراخ طبعا ضعيف. فخليها كده هوت يعني من عند الجلد دي دعكه بسيطه كده من حوالين الفخاد الوراك. ومن كل حته بقى كده اهو، يعني قدامك من كل حته كده، واللحم اللي بتاع الفرخه كده اللي فوق عند البطن ده برضو تحت الجلد كده جميل جدا. وعصرت بقى عليهم يعني خدت نص ليمونه، بس ما عصرتهاش كلها، عصرت نصها او على ناحيه الوراك والجلد. وسيبي برضو البرتقانه هقول دلوقتي برضو هنعمل بعد ما نحط بقى المحشي اللي هو الفريك والبصل والتوابل. حطي بقى جوه في البطن كده على قد ما تقدري. ليه؟ علشان ما تجيش برضو ناحيه الوراك وتحشيها جامد، عشان الوراك زي ما قلنا جلدها ضعيف. ممكن يفرقع منك في في السلق، في السليق بتاعها يعني. بصي حطي معلقه بس، واحده بس عند تحت الجلد اللي ناحيه الوراك. خلاص كده، والناحيه التانيه برضو كذلك، لكن حطي من جوه على قد ما تقدري. خلاص كده خلصي بقى الخلطه اللي احنا عملناها كلها كده دي مع بعضها.
اهو واحده واحده كده مع بعض بشويش. حطينا بقى طبعا الوراك في الفتحه برضو اللي تحت دي. الفتحه دي طبعا تشيلي منها الحتت المكلكعه اللي جوه دي وتنضفيها كويس جدا، ويعني عشان تبقى قدامك ايه الريحه كده جميله جدا. او كتفي بقى كده الوراك. وعايزه اقول لكم ان الراجل كان فاتح الفرخه يعني فتحه جامده، فلازم بقى هنعمل ايه فيها، هنعمل لها بقى بالخله كده، يعني ندبسها كلها بالخله كده، بحيث ان لما تيجي تسلقيها ما تطلعش منك ايه الخلطه الفريك دي والبصل. زي ما انتم شايفيني كده كل حته بقى فيها مفتحه بعملها بالخله من كل جانب كده، عشان زي ما قلت لكم برضو ان الخلطه والحشو دي اللي دخلت جوه الفرخه ما تطلعش. كلها كده زي ما انتم شايفين، ومن عند البطن اهي من فوق كده تشدي بس الجلده كده بشويش بتاعت البطن دي، وايه اللي هي عند الصدر يعني، وبرضو تحط لها ايه الخله، بحيث انك انت كده سديتي كل الحتت المفتوحه. خلاص كده زي ما انتم شايفينها. جبنا بقى ايه اللي هي نص البرتقانه كده اللي احنا كنا لسه شايلينها، قلت لك ما ترميهاش، اعصري بقى عليها كده من بره كلها، يعني اعصري بقيه البرتقانه دي كده كلها من بره، خليها بقى تديها الريحه الجميله جدا يعني بصي يعني البرتقان ده هقول لك حكايه لكل الطيور، بيديها ريحه حلوه قوي قوي قوي. ولما بتيجي بقى تسلقيها بتديكي برضو الطعم يعني الطعم الجميل اللي تحبيه. جبنا بقى ايه حله، حطينا فيها معلقه برضو سمنه بلدي، نزلت عليها بورقه لورا وحبهان ومستكه وقرفه وقرنفل، وايه وتشوحيهم بس كده في قلب السمنه. الله على الريحه، عايزه اقول لك حاجه جميله، حاجه خطيره جدا. خلاص كده طلعوا الريحه بتاعتهم، انزلي بقى بالفرخه كده بشويش، يعني ايه لحد ما تلاقيها ايه اتشمعت من تحت، ما تقلبيش على طول، يا دوبك بس تتشمع من تحت كده. وقلبي بقى بشويش، بحيث ان المعلقه اللي انت بتقلبي بيها ما تجيش ناحيه الجلد دوت، علشان ايه ما تفرقعش منك. وقلبيها برضو بشويش كده، بصي كده لحد ما ايه ما اتشمعت وادت اللون الذهبي برضو من تحت. قلبي بشويش كده، يعني خليكي كده على الايه على الطروف وانت بتقلبي، ما تجيش ناحيه الفرخه خالص. خلاص برضو كده قلبناها اهي زي ما انت شايفاها كده، وخدت التشميعه الحلوه الجميله، وسيبيها برضو على صدرها عشان بحيث الصدر الاول يستوي، وبعد كده نبقى نقلبها على ظهرها. انزلي بقى عليها بالميه السخنه. بعد بقى ما نزلنا عليها بالميه السخنه، خلي الميه مغطياها عشان ايه تستوي كويس. وهي الفرخه البيضه ما بتستوي يعني ما بتاخدش سوا كتير. ونزلت بقى عليهم كمان بطماطمايه متقطعه وبصلايه برضو متقطعه كده مكعبات، عشان دي كمان بتدي ريحه حلوه قوي قوي. وجبت بقى نص البرتقانه التانية، قطعته اربع قطع كده مع معلقه ملح ومعلقه فلفل، ونزلت برضو عليهم في ايه في الحله كده على الفرخه. وحطي نص معلقه سكر صغير يعني مع الملح والفلفل والبرتقان دوت، نص ايه معلقه فلفل اسمر، ومعلقه قصدي نص معلقه ملح، عشان هي طبعا ايه دعكتها انا بالملح والفلفل وايه خدت كفايتها. خلاص كده بعد ما استوت قلبتها اهي قدامكم على الصدر بتاعها. كنت انا بقى ايه محضره صينيه مدهونه برضو بسمنه خفيفه جدا، عشان هي اصلا الفرخه مليانه سمنه. حطيت فيها بقى معلقه دبس رمان، معلقه صلصه، معلقه زيت، معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر. دهنت بقى بيها الفرخه كلها، وخدت قطعتين من البرتقان اللي هو كانوا في الشوربه، حطيتهم كده ايه جوه الفرخه كده اللي زي ما هي باينه قدامكم، عشان دي بقى لما بتخش جوه الفرن بتتحمر، بتطلع ريحه البرتقان كده، القشر بتاعه جميل جدا. والبرتقان ده انا كنت مفرزاه قبل كده معاكم، شوفوا بقى بيسعفني على طول اجيب الحاجه ايه على طول واستعملها. خشوا على الصفحه هتلاقوا ان شاء الله طريقه ايه تفريز البرتقان. دهنتها بقى كلها خلاص كده. كنت مولعه الفرن قبلها بربع ساعه، حطيت فيها الفرخه ايه عشان بس يا دوبك هتتحمر لان هي استوت خلاص. تختبريها لان استوت ازاي بالشوكه مش بالسكينه. تعالي عند الصدر كده من فوق بالشوكه واختبريها، لقيتيها استوت خلاص تطفي عليها. ولكن لو شربت الميه ولسه ما استوتش حطي برضو ميه سخنه. يلا بقى نعمل مع بعض كمان ايه الرز اللي هو بالكاري وبالخلطة برضو جميل هيعجبكم قوي. جبنا حلة برضو حطينا فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة، عشان الرز بيحب الزيت والسمنة مع بعض، يعني ايه لا زيت لوحده ولا سمنة لوحدها. حطيت برضو فيه حبهانة ومستكة ورق لورا وقرفة وقرنفل خشب،
ونزلت عليهم ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره، شوحتها، مش ما خليتش لونها يتغير. وكنت بقى مغسله الرز ومصفياه، ونزلت بقى بالرز على البصلايه اللي اتشوحت. ريحه جميله جميله جميله. اقول لك الواحد صايم بس يعني ريحه الحاجه دي يعني جميله جدا، بتبقى الواحد مشتاق لها. قلبنا بقى الرز برضو كده مع البصلايه والسمنه والزيت، يعني عشان يتفلفل كده معاكي، كله يتغلف بالزيت والسمنه مع بعض. يعني خليكي دقيقتين 3 كده قلبي فيه، يتشمع بس كده، ويبقى يعني الزيت كده مغطيها كل حبايه. وتحطي بقى، نزلتي بمعلقه كاري ومعلقه كركم ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح. بس الرز اللي بالكاري ما بيعوز اكتر من كده. قلبي بقى كمان تقليبتين 3 كده، تلاقي بقى كله اللون معاكي اتغير الجميل دوت. تكوني برضو مسخنه ميه، تنزلي بقى عليها بالرز، تنزلي بيها على الرز، وتغطي الرز بس بعقلة صباع، يعني ما تكتريش عن كده عشان يطلع معاكي مفلفل كده وحلو قوي. واحنا طبعا قلبناه تقليبتين حلوين قوي كده في السمنه والزيت، فكل الرزايه اتشبعت بالزيت والسمنه، اتفلفل معاكي. خلاص كده، حطي بقى الماء الغطا، غطيه وخليه لحد ما يشرب الميه، بس لازم يكون فيه شويه ميه صغيرين. زي ما قلنا احنا هنحط الميه كده عقلة صباع فوق الرز، بس ما تخليهاش تشربها كلها، نص بس، يعني نص الميه اللي شربتها سيبي بقى حبه فيه. خلاص. قلبيه بقى بعد ما بعد 5 دقايق ما غطيتيه، علشان الرز اللي فوق على الوش ينزل معاه كده كله ويستوي على الاخر. بعد خلاص كده ما خد سواه بقى الكامل، رحت بقى جبت كده بشويه زبيب، ورشيتهم عليه كده قبل ما اطفي، لان كله خلاص كان دخل في السوا الجامد. نزلت بقى بشويه الزبيب كده عليه، قلبته وغطيته، ورحت طافيه البوتاجاز على طول. بس سيبيه بقى كده، هو هيتشرب من بعضه عشان الزبيب معاكي ما يتنفخش. كده بقى بعد ما الفرخه اتحمرت زي ما انتوا شايفينها كده، بقت بطه جميله قدامكم، بصوا، وبقت حاجه كبيره، يعني يعني تخلي النفس كده يشتاق لها. وريحتها جميله جدا، والرز اقول لك حكايه. جيبي بقى جنبيه شويه سلطه طحينه، شويه سلطه خضار، أكلة من الآخر تفتح نفسك، ونفس العزومات اللي جايين لك كده، يعني هيستغربوا على الخلطة ديت وعلى الحاجة اللي حشينا بيها. إلا أول مرة برضو يشوف القناة، ما ينساش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا حبايبي، أكلة جميلة وصحة وعافية على الكل والجميع. وما تنسوش اللايكات يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.